السلام عليكم بنات، كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ على خير. اليوم ان شاء الله نتقاسم معكم واحد الكلاص بارد بالنكهه د الكراميل. فغنحتاجوا ليه على بركه الله في واحد لوبول نص لتر ديال الحليب اللي من طبيعه الحال يكون بارد مزيان، يعني من الثلاجه. وهنايا غادي نزيدو واحد البودره ديال الشونتي، وغادي نزيدو واحد الساشيه ديال الفلون كراميل اللي كيعطي واحد المذاق زوين لهاد الكلاص هذا. وغادي نطربوا هادشي مزيان مزيان بالخلاط الكهربائي. البنات هنا لا هادوك اللعيبات ديال الخلاط الكهربائي لا المول لا الحليب ولا ديك البودره الشونتي، كلشي يكون عندكم في المجمد باش هكا دغيا كطلع لكم الكريمه ديالكم وما كتمحنكمش وانتوما كتخدموها. هنايا البنات ما غاديش نطلعوها كامله دقه بحده، غادي غير نطلعوها يعني غير حتى النص. دابا نوريكم لا تيكستور بحال هكا يا البنات كيف كتشوفوا، يعني ما طلعاش مزيان. وغادي نزيدو عليها جوج ديال العلاب ديال دانون بالنكهه ديال الكراميل، وحتى هما يكونوا باردين يعني من الفريغو باش الكريمه ديالكم ما كتهبطش ودغيا كطلع كيف قلت لكم. وغادي نعاود دابا نطرب هادشي مزيان مزيان حتى كطلع ليا الكريمه كامله، يعني حتى كتعقد ليا مزيان مزيان. وغنضيفوا عليها من بعد اضافات وحدين اخرين. شوفوا ليا البنات هكا خاص تكون عندكم الكريمه، يعني كتكون طالعه مزيان بهذا الشكل هذا. صافي هذه هي لا تيكستور اللي بغينا نتحصلوا عليها، يعني الكريمه اللي كتكون عاقده. ودابا غادي نضيفوا عليها اي حاجه عندنا في الدار البنات، سواء كان الشكلاط سواء كان الكركاع سواء كان عندكم بيمو. انا ضفت هنايا بيمو ديال مومو. تقدروا تضيفوا سواء ايو سواء اوريو اللي كان عندكم البنات ضيفوه. المهم يكون بيمو ديال الشكلاط. وهنا غادي نزيد واحد الحفينه صغيره ديال الكركاع اللي كنهرمشها هكايا غير بيديا. وغادي ناخذ واحد الملعقه وغادي نبدا نخلط يعني من التحت للفوق. يعني راه كلشي باين. انا غادي ناخذ واحد المول اللي غادي نخوي فيه نص ديال الكميه. من الاحسن الا كان عندكم داك المول اللي كيكون مدور وكيتحل من الجناب باش هكا يعني كيتزول لكم بسهوله وكتقلبوا بسهوله. هنايا درت في الوسط الكريم كراميل يعني منزلي، راه ديجا بارطاجيته معكم في القناه. هنا غادي نضيف الطبقه الثانيه وغادي نحاول نسرحها بالمعلقه، ومن بعد غادي نديرو في المجمد يبرد على الاقل واحد 5 ديال الساعات ولا 4 ديال الساعات الا كنتو تربانين عليه. هنايا من بعد ما شد فراسو فانا درت له واحد التزيين بسيط، درت له هنا شويه ديال اللوز من الفوق ودرت ليه هكايا خطوط بالكراميل. تقدروا تزينوا باي حاجه عندكم، طريفات ديال الكركاع الشوكولات ولا اي حاجه كتفضلوها نتوما. انا درت تزيين بسيط، شي حاجه هكا خفيفه دغيا تبردوا بها هكا غير في الدار، شي حاجه منزليه شي حاجه صايبتيها بايدك عرفتي راسك شنو درتي فيها. كتاكليها نتي وتعطيها لوليداتك بعينك مغمضين. هنايا غادي نقطع لكم واحد المورسو باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. شوفوا لي ما شاء الله لا تكستور ديالو كيفاش كتجي كريميه وكتجي بارده يا البنات. غير جربوها على حسابي تبردوا بها في هذا الصيف. اكيد اكيد غادي تنال الاستحسان ديالكم، يعني بمقادير بسيطه ومكونات سهله. وبسلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.